دون ان ننسى اسر الاعلام والاذاعه الجزائريه من غير لسان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيد جدا ان احضر معكم في فعاليات الصالون الوطني للصربيه والمنسج التقليدي الموسوم بالصربيه الجزائريه بين الصمود والتحدي من تنظيم جمعيه مبادئ الولايات لحمايه التراث والمحافظه على التاريخ المحلي للغرب الجزائري بالتنسيق طبعا مع قطاع السياحه ومخبر الانثروبولوجيا بجامعه ليزان، جامعه سيدي بن عباس، وكذلك مجله تيات، والتي يندرج ضمن فعاليات ودعم نشاطات الجمعيات الثقافيه لوزاره الثقافه والفنون لسنه 2023 وبرعايه كريمه السيده وزيره الثقافه والفنون الدكتوره سوريا ملوجي، والذي يعرف مشاركه كبيره لعديد الولايات. الحضور الكريم، تشكل الصربيه التقليديه المصنوعه بالمصروف الخالص بواسطه المنسج التقليدي لوحه فنيه رائعه تكتسي عبقريه المراه الجزائريه التي ابدعت فيها بكل دقه، وهي اللوحه المنسوجه يدويا والتي اضحت كنزا تراثيا وشاهدا على فن اليدوي اصيل المتوارث عبر الاجيال. اصبح نشاط نسيج الصربيه التقليدي يكتسب بعدا اقتصاديا وثقافيا زاخرا بفوسيلسا من خلال جماعي وتقليد شفوي سائد الوسائط الاجتماعيه، وكذلك ينحدر بين النساجات والناسجون بواسطه الرموز والرسوم المنقوله بامانه وبكل دقه مهاره يمكن تحديد الوسط الذي نسجت فيه كل صربيه. الحضور الكريم، كانت الصربيه ولا زالت على مدى مرور الزمن جزءا من الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه للمراه، وتشكل واحده من مكونات تزيين البيوت والقيام هي كمدخول يغطي بعض الاحتياجات للاسر. لقد غدت الصربيه التقليديه التي تنسج بكل عبقريه من ورشات الوسط العالمي في عالم العلم في الوقت الحاضر مهددا بسبب سحب الوسائط التقنيه المتطوره وتفهم منافسه تصليحات المنتوج وتمكين مؤشرات هذا التهديد، فضلا عن انتشار الصربيه الصناعيه التي تضرب الاسواق وتباع باسعار زهيده في ندره الباديه الاوليه. وهذه المؤشرات التي عرفتها الصربيه والمنسج التقليدي في طرفها لا تختلف عن باقي الحرف. لقد عملت السلطات العليا في البلاد على حمايه الموروث الثقافي الجزائري والصناعه والحرف، وفي هذا السياق فان هذا اللقاء وغيره من الملتقيات التي تنظم عبر الوطن تسعى من خلال هذه الورشات والمداخلات الى حمايه هويتنا ومرجعياتنا، والتي لن تتاتى الا بمرافقه المؤسسات الناشئه بمرافقه اكاديميه ووسط حرفي من اجل اعاده بعث تراث مادي كان وما زال شاهدا على مراحل متعاقبه من تاريخ الجزائر. الحضور الكريم، ان في هذا اليوم المخصص للصربيه والمنسج التقليدي نبحث معكم وبكم عن اليات التجديد وبعد هذه الصناعه لتصبح رافدا اقتصاديا يوافق ويوافق رؤيه الجزائر الجديده التي تسعى من ورائها السلطات العليا في البلاد الى تحقيق المداخيل وإضافة بعيدا عن النفط. وفي الأخير نتمنى أن تكلل هذه الفعاليات بتوصيات إيجابية تساعد على الحفاظ على هذا النوع من النسيج التقليدي، كما نتمنى للضيوف في البداية إقامة طيبة بيننا ثم عودة إلى ولاياتهم. ونحن على استقبال سنة 2024 نقدم كل التهاني للجميع والمشاهدين، متمنين لهم وفور الصحة والهناء، كل عام وأنتم بخير. وفي الأخير أعلن رسميا عن افتتاح فعاليات الملتقى الوطني للصربية والنسيج التقليدي بولاية الميزان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد المدير الثقافة على هذه الكلمة الاستوجية. أعلن عن فترة قصيرة استراحة لمدة 10 سنوات ثم سنبدأ في عمل الورشات العلمية. وشكرا.